صباح الخير. انا النهارده طالعه لكم مخصوص يا جماعه عشان الفيديو اللي انا نزلته. مش عارفه، عمل قلبه شويه عشان في ناس كان فيه اختلاف راي كتير. فانا حبيت بس اوضح حاجه مهمه جدا للناس اللي طالعه تقول امريكا مش زي مصر ومصر مش زي امريكا. اكيد طبعا مصر مش زي امريكا، واكيد طبعا امريكا مش زي مصر، بس انا لما كنت بتكلم انا كنت بتكلم على حاجات اللي انا شفتها وحاجات معينه، وما اتكلمش على كل حاجه على فكره. انا لو هتكلم في كل حاجه هاخد حوالي ساعتين ثلاثه، وفي حاجات كتير جدا هتطلع من زي مصر. بس للناس اللي طلعت تقول على موضوع البلطجة والسرقة والتكاتك، يا ما فيش تكاتك هنا فعلا، دي حقيقة. بس في سرقة وفي بلطجة، وعلى فكرة ده مش بس في أمريكا، ده في كل حتة. في كل حتة البلطجة والسرقة وأماكن الأماكن اللي هي زي ما بيقولوا اللي هي البيئة، الأماكن اللي هي المفروض أنت ما تكونش موجود فيها أصلا. المفروض ان انت، يعني احنا بنتحذر في اماكن معينه وفي طرق معينه وفي سيتيز معينه، مدن معينه ما بنعديش عليها حتى، عشان لو عديت عليها لازم تسوق تكمل، ما ينفعش تقف فيها من كتر الخطر اللي فيها. فانا حبيت بس اوضح ان البلطجه موجوده هنا، الرشوه موجوده هنا، في حاجات اكتر من مصر كمان موجوده هنا. واللي هي مثلا موضوع القتل، موضوع المسدسات، اللي اي حد معاه مسدس هنا، ان ممكن يكون طفل ياخد معاه مسدس المدرسه. طبعا هي حصلت مره دلوقتي، بس طفل اخد معاه مسدس المدرسه وضرب المدرسه بتاعته. هل ده بيحصل في مصر؟ اوكي، بيحصل حاجات تانية، بس هنا مسموح لك وانت عندك بعد ما تكون 16 سنه مسموح لك انك تشتري مسدس او تشتري سلاح. anyway، طالما مسموح لك انك تشتري سلاح مسموح لك انك تشيله. ممكن طبعا الاطفال اللي هم في سن 16 هم لسه اطفال، والاطفال اللي سن 16 او 17 او 18 او 20 برضو لسه اطفال، وبيتهوروا بسرعه، وممكن بعد في لحظه تهور آه، يطلع المسدس ويقتل حد. وده فعلا اللي بيحصل. والاهالي اللي عندها مسدسات في البيت نفس الشيء. دي حاجة. تاني حاجة، في أمريكا على فكرة في زي مصر في الأماكن الهاي قوي اللي فيها بيوت ملهاش حل، وفيها أماكن ملهاش حل، وفي أماكن برضو تحت قوي. وده الفرق ما بين أمريكا وما بين أوروبا اللي أنا برضو كنت بتكلم فيه، إن هو أمريكا زي مصر في فرق المستوى ما بين الطبقات كبير قوي. الجاب ما بين المستوى العالي والمستوى اللي تحت كبير، يعني موجود في مستوى عالي قوي وفي مستوى واطي قوي، مفيش مستوى متوسط، مفيش وسط هنا. في أوروبا لأ، في وسط وفي عالي طبعًا، وفي تحته، بس كل الطبقات دي بتقدر تروح الأماكن اللي أي حد بيروحها، مش عشان ده مثلًا مطعم غالي الطبقة المتوسطة أو من الطبقة اللي تحت مش هتعرف تروحها، لأ ممكن تروحها. بيروحوها على فكرة، لأن الأسعار بتاعتها برضه بتبقى لسه، يعني أو دخل الناس اللي هي تحت أوي، هُم مش عاملين في أوروبا الفرق الكبير أوي اللي عاملينه هنا. أوكي، دي حاجة. تاني حاجة هنا برضو في أمريكا في موضوع ال ال التفرقة، أو يعني أنت شكلك إيه، أنت بتلبس إيه، أنت مستواك إيه. هما بيقولوا ما فيش جادج هنا، ما في حدش بيعلق على حد، بس لا بيعلقوا على حد، ولو أنت مش في مستوى معين مش هيكلموك. المواضيع دي مش في أوروبا. في أوروبا فيها كل المستويات، ومحدش بيعاملك آه، محدش بيعاملك انت ايه خالص. ده اللي انا بتكلم على فكرة على تجربتي انا، معرفش في ناس تانية عاشت تجارب تانية، انا بتكلم على تجربتي انا. في حاجة بقى كمان هنا في امريكا زي مصر جدا، موضوع التأمين الصحي. التأمين الصحي ده هنا لو انت ما عندكش تأمين صحي ما بياخدوك، ما مش بياخدوك في المستشفى. معرفش دي في مصر ولا لا، بصراحة انا بقالي كتير ما نزلتش مصر وما اعرفش ايه اللي في مصر بيحصل. ده عندك حق اللي اتكلم وقال. بس التأمين الصحي في مصر أنا اتكلت من ناموس أصلا. التأمين الصحي هنا مش في مصر، سوري، التأمين الصحي هنا أنا معرفش التأمين الصحي في مصر عامل إيه.
بس التأمين الصحي هنا لو أنت ما عندكش تأمين صحي ما بياخدك، لو في عندك حالة إسعاف مش هييجي الإسعاف مش هياخدك لو أنت معكش تأمين صحي، مش هينفع يبقى معاك تأمين صحي لو أنت ما بتشتغلش، دي حاجة برضه، يعني ما ينفعش في ألمانيا أو في أوروبا، أنا باتكلم برضه على ألمانيا عشان أنا كنت فيها ما أعرفش جميع أوروبا، في ألمانيا لكل شخص في تأمين صحي، ولو هو مش بيدفع الحكومة بتدفع، كل شخص عنده تأمين صحي، هنا لو ما عندكش تأمين صحي مش هتعرف تروح للدكتور تكشف، لأن الكشف غالي جدًا. وللمعلومة في ناس كتيرة جدًا هنا بما إن أمريكا برضه كبيرة أوي، ففيها طبقة كبيرة أوي من اللي هي تحت أوي اللي معهاش حتى تاكل، وفي ناس بتشحت في الشوارع على فكرة، وفي ناس معهاش حتى تاكل، فمش هينفع تروح المستشفى، فمش هينفع تشتغل، ما بينفعش معاها شغل ثابت، أنا قصدي شغل ثابت اللي هو الشغل بعقد وكده عشان يبقى عندك تأمين صحي، في ناس بتشتغل في شركات كبيرة عشان بس يبقى عندهم تأمين صحي مش أكتر. فموضوع التأمين الصحي ده برضه زي مصر، بس أنا عمومًا مش هاطوّل عليكم، أنا هاقول لكم في الآخر خالص، إحنا لو فكّرنا واتكلّمنا فعلًا صح على كل حاجة في مصر أو في أمريكا، لأ في اختلاف كبير طبعًا، في اختلاف كبير في مصر وأمريكا، وأنا عارفة اللي بيتكلّموا عن إيه بالضبط، بس الحياة هنا برضه غالية جدًا، جدًا، جدًا فوق ما تتخيّلوا. في اختلافات برضه كويسة، أنا هارجع تاني في فيديو تاني عشان مش عايزة أطوّل عليكم، فيديو تاني وأقول لكم الاختلافات الكويسة اللي هنا اللي بتختلف أنا ما كنتش عايزة أنا الفيديو الأولاني ما كانش فيه اختلاف، أنا الفيديو الأولاني كنت طالعة باقول فيه الحاجات اللي زي مصر وأمريكا زي بعض، فإن شاء الله فيديو تاني هاطلع لكم وأقول لكم الاختلاف، اللي عايز يسمع إن أمريكا أحسن من مصر أوكي، أطلع وأقول لكم الاختلاف ما بين أمريكا ومصر، وأمريكا أحسن في مصر من إيه، أحسن من مصر في إيه sorry وحاجة تانية والشغل والنظام ده كله هاطلع برضه أقول لكم عليه، لإن هنا الشغل برضه بصراحة عشان أقول برضه الحق هو سهل، بتلاقي شغل وممكن تبني نفسك بنفسك، فالحاجات دي كلها هاطلع تاني وأقول لكم عليها إن شاء الله، بس يا ريت الناس اللي شافت الفيديو الأولاني تشوف الفيديو ده وتفهم إن أنا ما كنتش قصدي أشبّه أوي، أنا كنت باتكلم على العامة، ولمّا كنت باتمنى إن الناس تروح أوروبا أنا باتمنى لها الأحلى، فأنا عايزة لها تشوف إن حاجة أحسن، بس طبعًا في الآخر كل واحد حُر، أنا بس حابة أشكركم على متابعتكم، وإن شاء الله الفيديوهات الجاية هاقول لكم حاجات أكتر طالما أنتم حابين تعرفوا حاجات أكتر عن أمريكا، استنوني في الفيديو الجاي إن شاء الله، باي باي.